السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير ان شاء الله. النهارده هنعمل معاكم اكله جميله جدا جدا هتعجبكم. اول مره اعملها. طبعا هي واضحه وظاهره قدامكم. اجنحه فراخ اهي، الاجنحه والرجول. تمام، شايفين رجل الفرخه عامله ازاي؟ ما شاء الله عليها. لا بسم الله ما شاء الله، زي كوارع زي رجل الجدي. ورجلها تخينه ملزلزه صراحه. بصوا ادي الاجنحه بتاعه الفراخ اهي. حتى احنا ما شلناش الحته الزياده اللي هي دي. انا كنت عملت الاجنحه دي قبل كده، كانت اسمها صوص الباربيكيو او الصوص الحار. كنت عملتها في اول القناه اول ما فتحت، يعني كانت جميله جدا. وطعمها وشكلها كان حلو. النهارده هنعملها لكم في صينيه اجنحه الفراخ. والله ده شوف يعني الجناح عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، عامل زي جناح الروميه. طب شوفوا احنا قلنا ايه، خالتي عزماني النهارده كان نفسي اكل كوارع، راحت جابت لي رجول فراخ. يعني شايفه مش لقيت اللي هم جبتهم، ده نعمه من الله وعدل. لا الحمد ربنا اللي انا جبت لهم. الحمد لله رب العالمين. فان شاء الله النهارده حبايبي هنعمل لكم اجنحه الفراخ والرجول مع بعض. يلا ان شاء الله ما حد حوش، احنا يعني هنموت وناكل ايه؟ لا نعمل اكلتين النهارده زي الفل. نعمه من الله. يلا هنقول بسم الله. معانا بقى ان شاء الله الاجنحه اهي. معانا بطاطس وفلفل. بطاطس على حسب الكميه اللي عندكم واللي انتوا عايزينه. تعملي بطاطس يا مالك؟ بطاطس يعني بطاطس وجناحه يا مالك. انا اعرف. ورجلين النهارده يوم التبذير يا ست، خلاص هناكل وخلاص. معانا صلصه كتير كده. صلصه. معانا بصل ومعانا توم. معانا البهارات، فلفل اسمر وبهارات اللي انا بعملها. معانا بابريكا ومعانا شويه من ايه ده، الكركم. تمام. وبس كده. هنعمل قدامكم كل حاجه. الحاجه اللي احنا هنعملها في الصينيه دلوقتي هي الاجنحه. اول حاجه معانا هنحط البصل هنا. تمام. اول حاجه معانا هنكب في ارضيه الصينيه البصل هنكبه كده، وهنحط عليه الثوم وهنحط عليه البهارات. يبقى اول حاجه معانا البصل. واللي حابب يغير في اجنحه الفراخ بيعملها كده على طول. انا عملتها زي ما قلت لكم بصوص الباربيكيو او الصوص الحار. هنحط شويه من البهارات عليهم. حط على البصل الثوم عشان هنمرطه الاول. البصل مع الثوم عشان هنمرطه الاول. ليه ما لما بتعمل كده من غير ما يتمرط؟ طب نجرب. طيب هيعيط منكفاني يا ولاد. اعمل ايه؟ انا الشيف يعني هو من غير البصل ما يتمرط، هو ماله كده مرصوص. طيب والأجنحة نعمل ازاي؟ انا بحبه ممروط كده عشان البصل وريحه البصل والثوم يطلع مع بعض. الثوم بيطير كل الريحه. انا مش طبخه الطبخه دي اساسا، انا عارفه ان انا مش هطبخها والله، وانا طبيعي ما كنتش ناويه اطلع بس كده يا ستي. واخده بالك ده ايه ده؟ ليه ان شاء الله احنا هنتخانق يوم الرجول والاجنحه كمان. هي طبخه اساسا مش هتكون لذيذه كرامولكي. طب يلا. وحطينا شويه زيت. بصوا بقى الاجنحه دي انا غسلاها بالليمون والخل والدقيق ومخليها زي الفل. وليه الليمون غالي؟ لا بص، انا هقفل الكاميرا ومش هنطبخ الطبخه دي خلاص. حط بقى الثوم. والله يا جماعه هي منكفاني والله العظيم 3. وربنا يهديها يا جماعه. يلا الثوم مرض ينزل كرامولكي. هنحط معلقه كبيره من الثوم. الاجنحه يا حبايبي او الفراخ بتحب الثوم، وخصوصا اللي في الصينيه. يعني هتاخديه تاني الثوم؟ طب قلبيهم بالمعلقه. حط كله ولا حط الثوم بس. وهنمرطهم كده بايدينا مرته خفيفه او بالمعلقه. تمام. انا مش مرته بيه. ماشي. اساسا انا مش طايقاكي قصادي. ماشي يا ست. شفتي؟ شوفوا رايحه جايبه لها اجنحه فراخ. والله العظيم احنا الساعه 9 بالليل دلوقتي هنتعشى بيهم. ده الواحد هينام عنده غيبوبه مش هيقدر يقوم. ما عاد الكوارع هتضرب على نفسك. انت المفروض ما تاكليش كوارع يا ماما. ماشي. انت المفروض تاكلي ايه؟ اجنحه بس. وهنحط الفلفل عليهم. هو على فكره هو تقريبا الاكله دي هتكون ني في ني يعني. امال انت مش عايزاني ادوق الفلفل؟ انا مش عايزاني ادوق البتاع ده. ما تحطيش فلفل. ما العماله جايبه لي ربع كيلو فلفل ليه؟ بلاش. ده عشان لا ده ريحه وطعم بقى. بس خلاص انزلي بقى بالبطاطس. حاضر. زي ما يكون انت حماتي يا ام علي. يعني انا بقول لك احط البطاطس. انا قلت حاجه؟ انا حاسه انت اللي حماتي. هو انا قلت لك قومي اغسلي مواعين مثلا؟ ولا امي ما اعرفش يعني ما هي دي اللي ناقصه. اغسل لك المواعين الاخرى بدل انت ما تغسلي لي المواعين. يا ام محمد تعباني. بدل انت ما تغسلي لي المواعين بتقولي لي هو انا بقول لك قومي اغسلي المواعين. يلا كملت يا جماعه والله العظيم. دلوقتي بقى هنحط ايه؟ هنحط شويه من البهارات. الكركم امسكي كده، بابريكا وكركم
والبهارات حطي افتحي بصوا البهارات دي حبهان كركم؟ وكمون وكزبره. معلش اول مره اشوفها كتير يعني انا البهارات دي بتكون كافيه عندي نص معلقه كده. تمام. لا حط كمان شويه. وهنحط الكركم اهو، حبه من الكركم. وبعد ما حطينا طبعا قصدي بعد ما حطينا الكركم والبابريكا والبهارات، هننزل بقى باجنحه الفراخ كده نرصها، وبعد كده هننزل بالصلصه ونحط برضو شويه من البهارات دي. بسم الله ما شاء الله. النبي شوفوا النبي حاجه تخينه تخينه. ده سيبك من الست الرفيعه اللي زي عاملت دي. يلا مش تشبع. تمام اهو. بصوا يا حبايبي انا برص برضو مع خالتي اهو. ساعديني هتتعشى عشوه سمينه الليله دي. والله العظيم خالتي كانت نفسها فيها، بتقول واحد من زمان ما اكلش حاجه جديده كده، رجل الفراخ ومعرفش الاجنحه. انا عن نفسي واحده من الناس انا بحبهم، عشان في ناس ممكن تقرف. يا حبايبي الناس اللي بتقرف عادي مفيش اي مشكله، ما تتفرجش على الفيديو عادي مفيش مشكله. والله العظيم. او الناس اللي ما بتحبش الاكله دي. اسمعي انا ما بكون عامله فرخه يا جماعه، بامسك الفرخه اشوفها استوت كده من الجناح بتاعها، قبل الفرخه ما تستوي بكون اكلت الجناح بتاعها على البوتاجاز. طيب الناس كلها كده والله العظيم. في ناس بتقرف برضه يعني ما ننكرش ماشي، في ناس ما بتاكلهاش. احنا ممكن نحط شويه من الرجول برضه مع الاكله دي برضه، ونخلي شويه اطبخهم عادي، اعملهم بشكل تاني يعني تقصدي كده مثلا احط شويه كده تغيير كده 3-4 رجول كده مع صينيه الاجنحه كده تزويق. احنا بنزوجها بس في الجناب بس. وطبعا بعد ما حطينا الاجنحه حطيت عليها معلقه كبيره من البهارات تاني، وهننزل بقى بايه بالصلصه عليها. استني كده الصلصه والله عشوه هتبقى 100 مقليه. طبعا هنعمل معاها رز ابيض او رز بشعريه او رز حبه وحبه اللي انتوا عايزين تعملوا. احنا هنعمل رز ابيض. انا عندي بشعريه. عندي الشعريه. لا ما انا عندي الشعريه كتير. طب اعملي هنا وندى عليه يتعشى. ماشي. خالتي بقى هتنزل على الفرن اللي تحت هتسوي لنا ايه الفراخ، عشان هي عايزه نار حاميه عشان تتحمر كويس صراحه. بس الاول هنحطها على البوتاجاز تاخد غلوه كده او فوره خفيفه، وبعد كده ايه هنحطها في الفرن. وطبعا زي ما انتوا شايفين بقى ايه بنحط ميه على الاجنحه. حبايبي الاجنحه كلها دي كلها كده هتتنكه مع بعضها وهتتقلب مع بعضها وهتكون زي الفل. البصل هيطلع فوق والثوم وكل حاجه هتطلع وهتتقلب في بعضها في الفرن. تمام. اخرط لك كمان قرن فلفل كده عشان. وزي ما انتوا شايفين كده دي شكل الاجنحه اهي، وشويه من الرجول نار يعني. احنا بس دقنا بس الملح خفيف كده، الملح بتاعها مظبوط وطعمها حلو وريحتها حلوه. دلوقتي بقى ايه هندخلها على الفرن في الفرن من تحت الاول حوالي ربع ساعه كده، واول ما تبدا تستوي هنروح بقى يعني ايه مشغلين الشوايه من فوق علشان تتحمر معانا وتطلع عامله زي الجلاش كده بالظبط. دلوقتي بقى خالتي هتاخدها تحت تحمرها او تسويها تحت لغايه ما انا اعمل معاكم الرجول دي. تمام. شويه الرجول الباقيه دي نولها لي يا ام علي عشان انزل بيها. ودلوقتي يا حبايبي بقى هنبدا نجهز للرجول. الرجول دي لازم تتسلق الاول نص سلقه، وبعد كده هقول لكم هنعمل فيها ايه. معانا ميه فيها بصل فيها حبهان، فيها بصل وحبهان وملح وفلفل اسمر وشويه كمون، البهارات اللي انا عاملاها. وهننزل بالرجول اهي بعد ما الميه غلت معانا. هنسيب الرجول حوالي 5 دقايق بالظبط، وبعد كده هنكمل سواها في حاجه تانية. يعني مش هنسويها سوا كامل في الشوربه، لا هنسويها نص سوا بس 5 دقايق او 7 دقايق بالكتير وهطفي عليها. دلوقتي يا حبايبي بقى ايه لغايه ما الرجول تستوي معانا هنكون مجهزين الصوص اللي احنا هنعمل بيه الرجول. معانا معلقه كبيره من الثوم، معانا معلقه برضو او معلقتين من الزيت. تمام. ومعانا معلقه كبيره من الصلصه. تمام. وهنقلب الخلطه دي كلها كده كويس مع بعض. ومعانا معلقه من دبس الرمان يا حبايبي اهو زي ما انتوا شايفين. اللي ما عندوش بقى دبس الرمان يجيب معلقه كبيره من العسل الاسود عليها نص ليمونه وبس كده، هو كده يكون دبس الرمان. تمام اهو. وهنقلب الخلطه دي كويس. وطبعا هنقلب الخلطه دي كده. تمام. ده الصوص اللي احنا هنحطه على الرجول عشان نكمل السوا فيه. طبعا طعمه جميل جدا. هنحط شويه من الفلفل الاسمر والملح ونقلب الخلطه دي، وبعدين نبص بقى على الرجول عشان لو كانت استوت نص سوا هنكمل سواها في الوصفه دي او في الخلطه دي يا حبايبي.
وطبعا بصوا يا حبايبي زي ما انتم شايفين دي شكل الرجول كده، خلاص استوت نص سوا، حتى واضح عليها اهو. دلوقتي بقى ايه، هننقلها هنا في اي طاسه عندنا، طاسه تمام او حله اللي موجود عندكم، هننقلها هنا وهننزل بالصوص اللي احنا عملناه على الرجول دي. طعمها بيكون حكايه جميله جدا جدا جدا، جربوها ومش هتندموا ان شاء الله. غير التقليدي اللي هو بشوربه او مسلوقه، لا دي طعم تاني وريحه تانية خالص. خلاص كده. طبعا دلوقتي بقى هننزل بايه، هننزل بالصوص اللي احنا عملناه على الرجول كده. والشوربه اللي طلعت من الرجول دي هناخدها، ناخد منها شويه ونحطها على الرجول تاني، وهنشوف كده محتاجه بهارات ولا لا. صراحه انا دقتها ما لقيتهاش محتاجه بهارات ولا حاجه، اتنكها حلو خالص. هنسيبها بقى ايه تكمل سوا في الصوص دوت لغايه ما تقصر خالص، والصوص ده يكون شبه الكريمي كده، يعني مش سايل، لا انا مش عايزاها ميه كده، لا انا محتاجاها تكون تقيله، وهي بتترش عليها واحنا بنقدمها في الطباق يكون الصوص دوت تقيل. فهنسيبها حوالي 5 دقايق كمان لغايه ما الميه دي او الشوربه دي الرجول تتشربها خالص، ويتبقى معانا الصوص بس. وزي ما انتم شايفين يا حبايبي، بصوا بقى شكل الصوص بتاعنا بدأ يتقل شويه اهو، يعني ما يكونش زي السايل كده، لا. دلوقتي بقى هنسيبها كمان دقيقتين بالظبط، وبعدين هنطفي عليها وناخدها تحت علشان نتعشى مع خالتي تحت ان شاء الله وحمايه بالرجول والاجنحه اللي احنا عملناها الحلوه دي. ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا، بس كمان دقيقتين عشان الصوص يتقل ويكون شبه العسل كده وهو بينزل عليها كده، يكون طعمه وريحته وشكله يكون حلو ان شاء الله. وطبعا طبخنا الرز الابيض معاكم، وخالتي بتعمل في الاجنحه تحت، هنقدم لكم الاكل ان شاء الله كله تحت. طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين دي شكل الاجنحه بتاعت الفراخ في الفرن اهي. بسم الله ما شاء الله عليها فل الفل اهي. بصوا بقى هنطلعها ونبدا نغرف الاكل معاكم. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي زي ما انتم شايفين ادي شكل صينيه البطاطس، ولا الرز المعمر ولا البشاميل، شوفوا مسوياها حلوه. تسلم ايديك يا ام بالاجنحه. بصوا بقى ده اللي انا عايزه اوريه لكم، ده شكل الرجول اهي، والصوص بتاعها اللي جنبها. هو الرجول عموما بتنزل زيوت كتير يا حبايبي. ومعانا الرز الابيض، الرز الابيض اهو. وخالتي بقى بتفضي فين في الطباق اهي، عشان زي ما قلت لكم احنا نزلنا عشان نتعشى. هنتعشى والله عشوه سمين يا جماعه، والله قاعدين مستنيين. ما احنا قلنا اهو بقى، ما ان شاء الله حد حوش تخرب الدنيا. هنفضي بقى الاكل وان شاء الله هنرجع لكم تاني نختم معاكم الحلقه بامر الله. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي بعد ما غرفنا معاكم الاكل. بصوا ادي شكل الاجنحه اهي. جميل جميل جميل. انا نفسي خالتي جعانه قبل ما تصور الصراحه. بصوا يعني ده الرجول اللي خالتي سويتها في الصينيه، شكلهم يشبع الصراحه. ودي الرجول اللي انا عملتها تمام كده. الرجول بتاعتي الرجول كلها حلوه. لا حلوه. طبعا اذا عجبتكم الحلقه ما تنسوناش بلايك يا حبايبي، وان شاء الله الاكله دي ما تعملوها هتعجبكم جدا. لا اللي بيحبها، اللي ما بيحبهاش ما يعملهاش. لا اللي زينا احنا بنحبها يا جماعه، والله هي جميله. يلا مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلامه. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي زي ما انتم شايفين دي شكل الرجول اللي انا عملتها معاكم فوق. شكلها وطعمها جميل جدا جدا، وجربوها مش هتندموا ان شاء الله. وبرده دي شكل الاجنحه اهي تمام اهي. وده الرز الابيض اللي احنا عملناه معاكم. وطبعا دي برضو بقيه الاجنحه حبايبي. اذا عجبتكم الحلقه بتاعتنا النهارده ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب للقناه. ومع الف سلامه حبايبي، مع السلامه.